وكلكم انا جون، انا كنت مايكروسوفت ليرن ستودنت امباسادور. حاضر. وكمان مايكروسوفت ام في بي. تمام؟ اشتغل؟ طب حلو قوي. ادوني لحظه بس. بس على بال ما نفتح الباوربوينت، طبعا زي ما باشمهندس عمرو كان قال لكم البرنامج ده لكل الطلبه. تمام؟ فلو انت طالب، سواء طالب جامعي او ايا كان نوع الدراسه اللي انت بتدرسها ايه، ماسترز، باتشلر، ايا كانت، فانت تقدر تقدم في البرنامج ده دلوقتي. طول ما انت طالب هتفضل في البرنامج بتاع الامباسادورز، لان هو برنامج معمول للطلبه بس. طيب ده بالنسبه لايه؟ للبرنامج بتاع الامباسادورز. احنا خلصنا ده. نخش هنا. تمام. البرنامج موجود في العالم كله زي ما انتم شايفين، ما اعرفش انتم شايفين ولا لا، بس اكثر من 3500 امباسادور حوالين العالم كله. الامباسادورز دول الهدف منهم ايه؟ اول حاجه مايكروسوفت بتدي لك شويه ادوات ببلاش زياده عن الحاجات اللي باشمهندس عمرو قالها، وفرص ان انت تظهر، وانت كل اللي عليك انك تستغل الحاجات المختلفه دي. طيب ايه الخطوات؟ اول حاجه زي ما باشمهندس عمرو كان قال لكم، دي مايكروسوفت ليرن. زي ما قال لكم برضه هي مفتوحه لكل الناس، ممكن اي حد يخش يتعلم عليها الحاجه اللي هو حاببها ببلاش. طيب انا دلوقتي لو انا مهتم ببرنامج الامباسادور وحابب اقدم، الموضوع كله بمجرد ما انت تعمل ريجستريشن. مفيش فورم، مفيش انترفيو، مفيش اي حاجه، انت بتعمل ريجستريشن على mvb.microsoft.com/student-ambassadors وخلاص كده انت بتبقى سفير لمايكروسوفت في مصر. بتقعد في مراحل البرنامج. لما انت بتدخل في الاول خالص بتاخد بعض الفوائد زي ايه؟ زي ال $200 كل شهر على مايكروسوفت اجور. مايكروسوفت اجور دي ممكن نعمل عليها ويب سايت، ممكن نعمل عليها داتابيسز، ممكن نعمل عليها كل اي حاجه انت حابينها. بس الفكره في الكميه اللي انت بتاخدها، انك بتاخد $200 كل شهر، فانت ممكن يبقى عندك بيزنس خاص بيك بحاجه الامباسادور دي، وهم مش هيمنعوا حاجه زي كده لان هم بيشجعونا على كده. زي حاجه اسمها فاوندرز هاب. الفاوندرز هاب دي من ضمن مسرعات الاعمال اللي كان الباشمهندس اتكلم عليها في الاول، دي بقى بتاعت مايكروسوفت. الهدف منها انها تساعدك تعمل الاي اي برودكت بتاعك. مايكروسوفت بقى كل التوجه دلوقتي على موضوع الاي اي. فالفاوندرز هاب دي بتديك لحد $2500 كريدت على مايكروسوفت اجور، مش بتاخد فلوس في ايدك. الفلوس دي تقدر تعمل بيها المشروع بتاعك والتسجيل، انك يكون عندك لينكد ان اكونت. يعني انا بيبقى عندي لينكد ان اكونت، بعمل ابلاي وذ لينكد ان، خلاص باخد الفلوس فيها. بعد كده لما بتبقى LLC او تبقى متسجل كانك شركه في الشهر العقاري والكلام ده، الفلوس بتوصل ل 10